راح نكمل بكم رحلتنا في عنتر دريم، وراح تكون انا عند الفنان والمبدع والشيف رشيد اللي ابدع في هذه الاطباق الرائعه اللي هو يحضر فيها. وانا بدوري كنت في لجنه التحكيم، صورت كل المقتطفات ولا يعني كل التحركات من بدايتها حتى لنهايتها، وراني كل ما نصور نقول لهم خلوني نوثق هذه الاحداث. وهنا لقينا ليكيب للمجموعه اللي راهي تحضر في طاوله العشاء. يعطيكم الصحه رجال الوشريس، كل واحد باسمه ان شاء الله. وهنا حضر معنا الجلالي قايد، ومرحبا بك في هذه الطاولة ولا مأدوبة العشاء. كما راكم تشوفوا كامل راهم يحطوا في يديهم، كامل راهم يشاركوا بواش استطاعوا لتنظيم هذا الحفل الرائع والمميز. ما شاء الله. الله الله عليك يا رشيد، واش عملت فينا بهالاطباق الرائعه المميزه. وهذه الحريره واش نحكي لكم، البنه انا ما نقولش قالوا قلت بزاف، ما شاء الله عليها ما شاء الله. يعني اطباق في القمه، اطباق روعه، مذاق مميز وخرافي. يعطيك الصحه وتقبل منا الف تحيه يا رشيد. المجموعه كامل كلات، كامل انبهرت في هذه الاطباق، كامل غاصت وراحت في العالم الثاني من التذوق والبنه. الاكل كيفاش يبان باللي بنين، لانه تشوف الصحون كلها ممسوحه على اخرها هكذا، دليل انه الاكل بزاف بنين. وحتى القطط ما نساش حصدها من هذا الاكل. لا قعدت بصك لا تكون خيتي. الحمد لله بسلامة الراشد، الشيف راشد العالمية تتكلم تتحدث. نعم موتي يا دياني شو طابلة. ها لي بروف تعرف الخدمة وكل شيء. ها بلي بروف. قول لي صح ولا لا؟ موتوا بالسم، موتوا بالسم وتظهروا. تحياتي كاع الناس كيف نسيت. الله يبارك. الحدادة الحداد باش نزيد لك. بعد ما تعشينا بالصحه والراحه على الجميع، اتوجهنا الى خيمه احمد الوشريسي واللي خذينا فيها شاي وقعدنا فيها رسم. وفي صباح اليوم الموالي توجهنا الى فطور الصباح، واللي توجهت ليكيب كامل كما راهي الى مقهى ولا خيمة أحمد الوشريسي، وين صبحنا على مدينة بوقايد، أنظف بلدية في الجزائر. وهنا وين خذينا قهوة الصباح بشاي عصير، وكذلك قهوة وحليب وحلويات تقليدية. وهنا مشاركين راهم بداو يحضروا وحديهم ويحضروا في الطاولات تاعهم ويحضروا في كل المواد ولا المعدات ولا المكونات باش ينطلقوا في جو المسابقه ولا ينطلقوا في مضمار المسابقه والتنافس. انا راح نروح عند الشيف خليل حيدر دايخ. حيدر صباح الخير، صباح النور، يسعد صباحك حبيبي، الله يسلمك. شوف حيدر والجو اللبناني. يسعد صباحكم جميعا ان شاء الله. ها هيدا الجبل جبل الارز، عندنا جبال الارز بلبنان، نفس الطبيعه نفس الشجر نفس
وهنا جاو نخبة من المسؤولين باش يعطوا صفارة الانطلاق لهذا المهرجان، من بينهم مديرية الثقافة ومديرية السياحة ورئيس بلدية الأزهرية، وين عطاو كلمة للجنة التحكيم وكلمة كذلك للمتسابقين وكل الحاضرين اللي كانوا هنا في هذه الطبعة الرابعة لكسكس السلطان والسلطنة بمدينة بوقايد، بالتحديد في عين عنتر لولاية تسمسيلت. كما راكم تشوفوا المتنافسين متحمسين جدا، كل واحد يعني شد المكان تاعو ويحاول يبدع ويعطي اللمسه ما شاء الله في الاطباق التقليديه لكل واحد وولايته، وكل يعني باللمسه الخاصه. نخليكم مع هذه الصور وهذه الابداعات لكل المتنافسين باش تشوفوا جو التنافس، جو المسابقات، مسابقة كسكس السلطان والسلطنة بمدينة بوقايد ولاية تسمسيلت. الله يبارك. ايوه السلام عليكم، معكم شفيدات وداد الخير النظامي تاعي. تمنيت كان كنتو معايا اليوم، كان في ولاية تسمسيلت، الولاية اللي ما كنتش نحب ليها انني نجي ليها، الحمد لله جيت وزرتها وما ندمتش اني جيت ليها. معاكم الشيف منال من قسم بينا. اليوم راني انا ووليدات رانا في لجنة حكم في مهرجان سلطان وسلطانة. الأخلاق الراقية، المعاملة المليحة الطيبة، الله يبارك فيها. كنت حاطة باللي النية تاع زمان وبنية زمان وريحة زمان راحت بالصح، الله يبارك ما شاء الله. ابتسم قلت لك ما شاء الله. ابتسامة تحس هكا ردنا الايام الزمان، ايام بعد ما شاهدتوا كل هذه التحفيزات، كل هذه التعليقات، راح نخليكم في الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا الاطباق، الابداعات الاخيره، وكذلك حفل تكريم الجوائز لهذا، ولا نشوفوا شكون هو احسن ممثل للكسكس ولا احسن طبق للكسكس. تهلاو في بزاف ان شاء الله في فيديو جاي لاسمر الجوال. سلام.